السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، أحبابي، أعزائي، نبدأ حديثنا اليوم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله. أنا هتكلم في نقطة بسيطة وأظن أن الشارع المصري كله بيتكلم فيها. هو شيء مقزز وشيء مش كويس، بيشوب الإعلام المصري وأغلبه. يعني في شخص زملكاوي اسمه أسامة حسن، أعوذ بالله من الشخص ده شغلته كل شيء عنده، مفيش حد عاجبه ولا حاجة عاجباه في الرياضة المصرية، كله نقد 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 ونقد بدون رؤية. يا ريت إنسان يكون عنده رؤية أو عنده خلفية أو مثقف. مفيش، أبيض بيرزع كلام وخلاص، بيرمي هبل، أقسم بالله بيرمي هبل. ويقعد بقى إيه كل سؤال عن أي شيء، إيه رأيك في الإهرامات؟ والله الإهرامات دي مش كويسة. ليه؟ لأن أصل النادي الأهلي أحيانا بيروح هناك يعمل زيارات للأهلي. طب إيه رأيك في العمرة؟ لا والله العمرة دي برضو مش قوي. ليه يا ابني؟ أصل كان في لعيبة الأهلي بتعمل عمرة. الأهلي ده محشور في كل حاجة بيقولها. فرجاء بس من القنوات المحترمة والبرامج المحترمة ما تستضيفش الأخ ده تاني، لأن أي برنامج شوفوا التعليقات اللي مكتوبة في البرنامج. يا إخوانا كده أنتوا بتستهزئوا بالمتفرجين، بتستهزئوا بالناس، تجيبوا لهم شخص ده صفر ثقافة رياضية وثقافة عامة، صفر، أبيض أبيض خالص. رجاء احترموا المشاهد والمتلقي، برجاء تحترموا المشاهد والمتلقي منكم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.